القواعد الأساسية للتعامل مع الرسام. لو لقيت هدومه أو إيده مبقعة ما تحاولش تنبهه، في الغالب دي بقعة لون أو رصاص، والألوان بالنسبة له مش بقع، فابتسم وحسسه إن البقعة لايقة عليه. لو تنح في السقف أكتر من ساعة ما تسألوش بتعمل إيه، خليك في حالك. لو لقيته متنح على شرخ في الحيطة أو حاجة مكسورة أو رغاوة كابتشينو في المج بتاعه، في الغالب هو مش متخلف، بس هو شايف فيها تكوين، يعني شايف الكسر أو الشروخ أو الفوم على هيئة حاجة ليها معنى بالنسبة له. ما تركزش معاه عشان ما تتعبش، اوعى تقول له ارسمني. ماشي معاه ولقيته بيلم زلط أو ورق شجر دبلان ما تمنعوش، وما تخافش هو مش هيكملهم، بس هو ممكن يكون بيستخدمهم في أجزاء من عمله الجديد. واوعى تقول له لم كراكيبك، دي بالنسبة له مش كراكيب، انت كده بتهينه. هو مبسوط في الفوضى يا سيدي، سيبه في حاله او ما تقعدش معاه في نفس المكان. ولو بتحبه هاتله في عيد ميلاده فرش والوان واكتشافات، احتمال تجيله ذبحة صدرية من الفرحة. وما تقولوش بقى انه بوهيمي او مجنون او مهمل، لانه عارف كويس قوي معلوماتك قديمة قوي. وما تقولوش ارسمني. ما تكلموش وهو بيرسم لانه مش هيرد، وما تكلموش وهو بيفكر لانه برضه مش هيرد، وما تكلموش وهو بياكل شوكولاته او باميه عصر عليها ليمون او مكرونه وبفتيك او طياره بالسكر واللبن مثلا، او بيشرب نسكويك او قهوه، والله ما هيرد. وما تكلموش وهو نايم لانه اكيد مش هيرد، وما تكلموش وهو لسه صاحي لانه برضه مش هيرد. اقول لك على حاجه، ما تكلموش خالص احسن وتامل معاه، اهتم بحبه زي ما هو، بهبله بعبطه بجنانه بكل حاجه مش حلوه فيه قبل الحاجات الحلوه. وجودك معاه مهم جدا، لانك انت الوحيد اللي مصدق الجنان اللي هو بيعمله وبتتامل معاه. لو سبته بعد ما لقاك هينهار. والاخر مره هقولها، حذاري تقول له ارسمني.